ازيكم يا جماعة؟ رسالة موجهة لأي حد الدنيا جت عليه أو اتخان واتطعن من ورا ظهره واتباع وحاجات كتير قوي يعني. ولكن أحب أقول لكم معلش ما تزعلوش، انتوا كنتوا ضعاف أو مش واخدين بالكم اللي بيحصل ورا ظهركم، وده شيء طبيعي عشان انتوا قلبكم ابيض وناس طيبه وما بتاذوش حد ولا بتيجوا على حد. ولكن يؤسفني ان انا اقول ان في بعض الناس بتستغل ده، او ضعف في غيرها، او قله حيلته، او عدم معرفته ودرايته باللي بيحصل من ورا ظهره، وبيفتروا افتراء يا الله عليهم. ولكن معلش، الدرس كان قاسي وصعب، بس نقول الحمد لله. واللي حصل فينا ده بنحتسب أجر عند الله، ولكن نقف على رجلنا تاني وما نستسلمش ولا نيأس، ونكمل في رحلتنا ومشوارنا بأقصى عزم وقوة، ولا نكل ولا نمل من عمل الصح، ونكمل في طريقنا. واللي فات نحاول ناخد منه اللي ممكن نكمل بيه المرحلة الجاية، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. ودرس ولكن قاسي جدا، وناس اللهم احفظنا غير طبيعيين، مش عارف اقول عليهم ايه. حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال، وربنا يقدرنا ويقوينا على مشوارنا. وعلى فكرة ملاش علاقة ان احنا كبرنا او وقفنا على رجلينا او حتى لو احنا لسه قدام ربنا ضعاف، مش مشكلة، عادي، وده ما يعبناش ولا يقلل مننا. ولكن يكفينا ان احنا ما نعملش زي ما نردش الاذى بالاذى ولا الاسى بالاسى، وما نبقاش زي غيرنا. والحمد لله على كل حال. شكرا لكم.